السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نسمي بسم الله كده ونبدأ الفيديو بتاعنا ونعمل زبادي السحور. انا قلت اعملها النهاردة عشان ان شاء الله بإذن الله تلحق احطها في التلاجة ونتسحر بيها بكرة. كل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. يلا بينا بقى نشوف الزبادي الحلوة دي هنعملها ازاي. معايا مربى انا كنت عاملاها في البيت. ممكن لو انتي مش عاملة مربى وعندك برطمانات جايباها يعني شارياها وعايزة تعملي زبادي بالفراولة، هتحطي في كل كوباية معلقة مربى حلوة. ولازم المربى اللي انتي هتستخدميها تكون مربى تقيلة. ليه تقيلة؟ عشان لما تيجي تنزلي باللبن ما يبقاش اللبن اخد من الفراولة تبقى حمرا، لأ، احنا هنعملها زي الزبادي اليوناني كده بالظبط. بصوا انا في كوبايات حطيت فيها مربى وفي كوبايات لأ، عشان في ناس بتحبها بالمربى وفي ناس مش عايزاها بالمربى خالص، فانا عملت سادة وعملت بالمربى. معايا واحدة زبادي، هحط كيلو لبن. لكل كيلو لبن واحدة زبادي 200 جرام. لكل كيلو لبن واحدة زبادي 200 جرام. وهاخد عليهم كوباية. انا حطيت الزبادي في الخلاط، هاخد عليهم كوباية لبن وهضربهم في الخلاط كويس. طيب انا اللبن ده عملت فيه ايه؟ اللبن ده هو سبته يغلي عادي جدا كأنك بتغلي لبن. بعد ما يغلي تطفي عليه وتسيبيه يبرد زي دمعة العين او زي ردعة البيبي. شفتي ردعة البيبي كده بتبقى فترة كده مش سخنة؟ بس اول ما برد كده معايا وبقى زي دمعة العين، رحت واخدة واحدة زبادي وحط عليها كوباية لبن ورحت ضربهم في الخلاط. هنزل عليهم بقى باللبن اللي انا غلياه، باقي الكمية اللي انا غلياها هضربهم كويس جدا بالمضرب السلك. لازم تضربيهم كويس قوي. انا هسيب المعلقة دي خالص وهضربهم كويس قوي تاني. عملت ايه؟ جبت كيلو لبن غليته على النار عادي جدا زي ما بتغلي اي لبن موجود عندك. بتسيبيه يبرد زي دمعة العين او زي ردعة البيبي كده، تسيبيه يبرد. وبعدين هروح واخدة واحدة زبادي حطاها في الخلاط 200 جرام. لكل كيلو لبن واحدة زبادي 200 جرام زي اللي انتوا شفتوني حطيتها في الخلاط الزبادي. وحطيت عليها كوباية لبن من اللي انا غلياه ورحت ضربهم في الخلاط كويس قوي. نزلت بيهم على باقي كمية اللبن اللي موجودة وضربتهم بالمضرب السلك. بس كده. بصوا بقى اللي انا بتكلم فيه ايه، ان المربى لازم تكون تقيلة عشان وانتي نازلة باللبن المربى ما تطلعش فوق على الوش، على وش الزبادي. تمام. لازم تكون المربى بتاعتي تقيلة، فانا المربى دي انا كنت عاملاها في البيت فتقيلة، فاهمين؟ فانتي لو عندك مربى انتي جايباها من برطمانات، خدي التقيلة، خديها من تحت ما تاخدهاش من فوق، عشان من تحت بتبقى اتقل من فوق شوية. بس كده. عملت ايه؟ حطيت، بصوا، المربى عشان تقيلة ما بتطلعش فوق كده على الوش، لا هي ثابتة كده من تحت والزبادي من فوق. عملت 3 بالمربى وعملت الباقي كله سادة. عايزة اقولك موفرة جدا. الزبادي اصلا بره ب4 جنيه وب5 جنيه. ده كيلو لبن عمل لي 2 4 6 وفي كوبايتين كمان هيعملي 8 كوبايات. بس بصوا شايفين يعني الكوباية ما شاء الله حجمها كبير. انتي لو عندك كوبايات اقل من كده هتعمل معاكي كمية اكتر من كده بكتير. يعني ممكن تعملك مثلا 10 كوبايات او 11 كوباية لو انت عندك كوبايات اقل من دي. بس انا المتوفر عندي كان الحجم ده وما عنديش اصغر من كده. زي ما قلتلك لو انت عندك اصغر من كده يبقى حلو جدا، هترمي معاكي كمية حلوة. انا كنت حاطة 6 كوبايات وقلت يعني على قد الكيلو، بس هحتاج كوباية تاني وهحط كمان كوباية تاني. قلت اعمل واحدة بالفراولة يبقى 4 بالفراولة و4 سادة. يعني عايزة اقولك ان الكوباية دي بعلبتين زبادي من اللي احنا بنشتريهم من برا. حجمها كبير بس هي الكاميرا مش مبيناها.
هاخد كوباية تاني كمان، بس الكوباية ديت هتبقى صغيرة خالص. ما فيهاش اي حاجة، سهلة جدا، ما بتاخدش اي وقت، ما بتاخدش اي مجهود. طبعا وانا شغالة كده كنت حاطة مية على النار تغلي، كنت حاطة مية على النار تغلي. ليه؟ هقولكوا دلوقتي، هقولكوا تاني المقادير قبل ما ندخل في اخر حاجة. كيلو لبن، عليهم واحدة زبادي 200 جرام. بغلي اللبن عادي جدا، بسيبه يبرد زي دمعة العين او رضعة البيبي. باخد منه كوباية على واحدة زبادي، بضربهم كويس قوي في الخلاط، وبعدين انزل بيهم على كمية اللبن المتبقية عندي، واضربهم كويس قوي بمضرب السلك بتاعي، واروح مفضيهم بقى في الكوبايات. حاطة مية على النار بتغلي، هقولكوا ليه. بصوا بقى، الصينية دي انا كنت حطاها كده جنبي عشان هحتاجها. هرص كل كمية الكوبايات دي في الصينية. ولازم تكون الصينية تكون عالية، ما تبقاش رفيعة او تبقى واطية كده شوية، لا لازم تكون عالية عشان المية السخنة اللي انا هحطها دلوقتي. بصوا يعني الصينية كانت على قد كمية الكوبايات بالظبط. هحط المية السخنة، هنزل بيها على الصينية من تحت، وخلي بالك لحسن ما تاخديش بالك تروحي حاطة المية في الزبادي، يعني كام، يعني نقطتين 3 تيجي في الزبادي من فوق الوش تبوظ منك. فبالراحة كده وانتي بتحطيها. بصوا المية غلت، يعني مية مغلية مش مية سخنة. بصوا بقى، احط الكمية قد ايه. لازم 3/4 الكوباية تبقى المية السخنة مغطياها، يبقى الربع بس اللي من فوق هو اللي باين. هوريكم دلوقتي، اقرب لكم الكاميرا شوية عشان اوضح لكم معايا المية. بصوا المية اهو، شايفينها؟ بصوا، ربع الكوباية بس هو اللي باين، و3/4 الكوباية من تحت المية مغطياه. بصوا شايفين؟ انا قربت لكم الكاميرا شوية. بصوا الربع بس، 3/4 الكوباية من تحت المية مغطياه. هعمل فيها ايه؟ مش هعمل فيها حاجة خالص. هغطيها بفوطة وهكتمها بغطا حلة. هغطيها بفوطة وهكتمها بغطا حلة واسيبها لمدة 8 ساعات. عشان كده انا عملتها النهاردة ونزلت لكم الفيديو النهاردة. بس كده، انا حطيت غطا الحلة، بس انا كنت حاطة فوطة، يعني عريت وحطيت فوطة. بصوا بقى هنا قبل ما ادخلها التلاجة خالص، هنا بعد ما بردت عدى عليها 8 ساعات زي ما قلت لكم. بصوا كانت هتقع. عايزة اقول لكم ماسكة جدا، وهي اصلا لسه ما دخلتش التلاجة. بصوا انا عايزة اعمل لكم كده بس عشان الاضاءة. بصوا شايفين؟ عاملة زي القشطة، والله العظيم تحفة جدا. وماسكة، ولسه كمان ما دخلتهاش التلاجة، انا يا دوبك بس عدى عليها ال8 ساعات، كنت عاملاها من الصبح، ولسه بقى قلت بالليل هدخلها التلاجة. فقلت انزل لكم الفيديو عشان اللي ما عملش يلحق يعمل، عشان دي بتقعد 8 ساعات. 8 ساعات مغطياها بفوطة وكتماها بغطا حلة. بصوا لو ملاحظين ان مربة الفراولة تحت ما طلعتش فوق خالص، ولا عامت على الوش ده عشان المربى تقيلة. دي بتبقى عاملة زي الزبادي اليوناني كده. بصوا انا بحاول ايه اكلها كده من فوق عشان ابين لكم المربى من تحت. عايزه اقول لكم ان دول 6 كوبايات بس، في كوبايتين يعني تاكلوا كده بالهنا والشفا. بصوا شايفين عامله ازاي؟ تحفه جدا. بتمنى يكون الفيديو عجبكم النهارده. بقى لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من وصفات وحلويات نورهان. وكل سنه وانتم طيبين، وقوموا اعملوا الزبادي عشان تتسحروا بيها بكره، ورمضان كريم علينا وعليكم، ويا رب كده تحققوا اللي انتوا نفسكوا فيه. يلا تصبحوا على خير، وجربوا الزبادي وقولوا لي ايه رأيكم فيها.